السلام عليكم متابعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غنشوفوا طريقة تحضير خبز المقلاة بدون دلك. إلا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كمقادير: عندي 500 غرام من الدقيق، ما يعادل 5 ديال الكيسان بالعبار ديال كأس الشاي أو كأس العنبة، القليل من الملح، ملعقة كبيرة من السكر الخشن أو السكر حبيبات، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، ثم ماء دافئ لجمع العجين. في النهاية يعني منين غادي نعجنو ونسالي غادي نقول لكم بالضبط شحال خدا ليا ديال الماء. نبداو بسم الله على بركة الله. كنوضع هنايا السكر بسم الله، ثم الخميرة، القليل من الملح، تقريبا هنايا نصف ملعقة صغيرة. نخلط هاد النواشف جيدا، ثم غادي نجمع بالماء الدافئ بسم الله. وهنايا بعد ما جمعت هاد العجينه هادي كنجمعوها فقط ما كندلكوهاش. بالنسبه للماء اللي استعملت انا استعملت 300 ملل من الماء، ما يعادل 2 ديال الكيسان بالعبار ديال كاس الشاي او كاس العنبه. دابا غادي نغطي هاد العجينه هادي ونخليها ترتاح مده 30 دقيقه. وهنا بعد ما كيختمر العجين وكيتضاعف الحجم ديالو كنستعمل بالقليل من الدقيق، ثم هنا غادي نحاول نقسم العجين لاربع كرات متساويه. ثم غادي نحاول نكورهم بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، وغادي نوضعهم فوق الدقيق. ثم غادي نغطي هاد الكويرات هادو ونخليهم يرتاحوا مده 20 دقيقه. وهنا بعد ما كيرتاحوا هاد الكريات غادي نحلو كل كويره بوحدها. وهنا بعد ما كنحلو هاد العجينه ونحاولوا نحلوها رقيقه غادي نوضعها فوق الدقيق ونستمر نحل كل الكويرات المتبقيه. ثم هنايا بعد ما انتهيت غادي نغطيهم بمنديل ونخليهم يختمروا مده 20 دقيقه. وهنا بعد ما كيختمر العجين وكيتضاعف الحجم ديالو، ثم هنا كناخذ مقلاة غادي نوضع فيها تقريبا ملعقه كبيره من الزيت، ثم نوضعها في المقلاة اللي كتكون بطبيعه الحال سخونه. ثم نحاول ندير هنايا ثقب في الوسط باش ما تنتفخش، ثم كنقلبها مباشره، يعني كنخليها تقريبا دقيقه ثم كنقلبها، ثم نقلبها مره اخرى، ونستمروا في تقليب هذا الخبز هذا حتى كيتحمر من الجهتين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز اللي حضرت معكم اليوم. كيجي فعلا رائع. غادي نقسم لكم تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كما كتلاحظوا، كيجي فعلا رائع جدا. كيجي مقرمش، وهذا هو شكله من الداخل كما كتلاحظوا، كيجي فعلا اسفنجي ورائع جدا. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.